السلام عليكم. عرفتوا شنو هي أكثر حاجة كتأثّر سلبًا على حياتنا؟ كاين بزاف ديال الأشياء ولكن هذه من أكثرهم واللي ما كنردّوش ليها البال، ألا وهي إصدار الأحكام على الناس. هاد الإصدار الأحكام ونحط الناس في خانات حسب تصرفاتهم ولا حسب لبسهم ولا حسب بعض المواقف، أو ردود الأفعال ديالهم في شي مواقف كنصدر عليهم أنا الأحكام. هذا مزيان، هذا ما مزيانش، هذا أخلاقه خايبة، هذه أخلاقها ما مزياناش. هاد المسائل هادي كتعطل المصالح ديالنا، كتوقف في طريق تحقيق الأهداف ديالنا، كتوقف في طريق الوصول ديالنا للسلام الداخلي. فعوض ما نضيّع الطاقة ديالي على إصدار الأحكام على الناس اللي هي حتى في الدين ديالنا ماشي شي حاجة اللي مزيانة، حيت الله سبحانه وتعالى هو اللي كيحكم علينا. قال الله عز وجل في كتابه الحكيم: "إن الحكم إلا لله". يعني حنا في العوض اللي نبداو نضيعوا طاقتنا في إصدار الأحكام على الناس ونبداو نحطوهم في خانات، نضيّعها على راسي. هاديك الطاقة نجلس مع راسي، نحاول نغيّر راسي للأحسن، فيا حاجات زوينين مزيان الله يزيد ويبارك فيها، الحاجات الخايبين نحاول نصلحهم. ونعرفوا واحد المسألة، راه حتى واحد ما كامل وحتى واحد ما مثالي. يعني الإنسان كتلقاه كيصدر أحكام يشوف راسو هو بعدا شنو فيه اللي خايب. كلنا محتاجين أننا نخدموا على راسنا باش نصلحوا راسنا ونبداو دائمًا كنقلبوا على أحسن نسخة منا.